أنا هأجل الحاجات اللي ورايا لبكرة أو بعد بكرة، كده كده لسه معايا وقت. مين فينا ما بيقولش كده في حياته؟ يمكن كل يوم بنأجل قرارات ومهام المفروض ننجزها. هنعرف النهاردة في حلقتنا تأثيرات التسويف ده على نفسيتنا والشغف والإنتاجية في حياتنا. وجهتنا أعماق الذات الإنسانية، وسيلتنا النقاش البناء الهادف، وغايتنا الوصول لبر السلام النفسي. المماطلة أو التسويف ما نقدرش ننكر إنه سلوك شائع جدا بيعاني منه كتير مننا في مختلف مجالات حياتنا، سواء في الشغل أو الدراسة أو حتى في حياتنا الشخصية. التسويف هو تأجيل القيام بالمهام اللي بيجب علينا إنجازها، وغالبا بيتم استبدالها بأنشطة أقل أهمية أو أكتر متعة. ورغم إن المماطلة بتبان في البداية وسيلة لتجنب الضغط، إلا إنها بتعتبر من أكبر العوائق اللي بتقف قدام تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاجية عندنا. المماطلة تاني هي تأجيل المهام أو القرارات إلى وقت تاني بدون مبرر مقنع، وبالرغم من وعي الفرد مننا بأهمية إتمامها والقيام بها. طب إيه أسبابها؟ أحيانا بنأجل المهام أو القرارات عشان خايفين من الفشل، إننا نخاف ما ننجزش المهمة بشكل ناجح، وده بيخلينا نفضل نتجنبها من البداية. كمان التهرب من المسؤولية، وده لأن في بعض الأشخاص بيحسوا بثقل المسؤولية عليهم ويفضلوا إنهم يأجلوها. كمان الكمالية، الإحساس أو السعي للوصول إلى الكمال perfectionism ممكن إنه يؤدي إلى تأجيل العمل عشان يكون الوضع مثالي. حاجة كمان عدم التنظيم وغياب التخطيط أو إدارة الوقت بشكل صحيح، وده بيؤدي إلى ضياع الأولويات المطلوبة مننا وعايزين نركز عليها. مش بس كده، كمان تشتت الانتباه، إننا نعتمد على الأجهزة الإلكترونية اللي معانا أو ننشغل بمواقع التواصل الاجتماعي بدون هدف. طيب هو إيه تأثير التسويف في حياتنا على النفسية والشغف والإنتاجية؟ على النفسية، زيادة التوتر لما نفكر دايما في المهام اللي مأجلينها ولسه ورانا، ده بيؤدي إلى القلق والإجهاد والتعب، وده لأن بيشعر الفرد بثقل المسؤوليات المتراكمة عليه وصعوبة التعامل معاها. ووجود توتر بشكل مستمر ممكن إنه يؤثر سلبا على الصحة النفسية والجسدية. كمان خلق حلقة مفرغة من المماطلة. المماطلة بتؤدي إلى زيادة التوتر زي ما قلنا، واللي بيدفع الفرد إلى مزيد من التأجيل لتجنب المشاعر السلبية المرتبطة باللا إنتاجية، وبالتالي بيدخل في دايرة مفرغة بيصعب الخروج منها، لأن التسويف بيجيب تسويف تاني وهكذا. كمان القلق الناتج عن التسويف ممكن إنه يضعف جهاز المناعة، وده بيخلي الفرد أكتر عرضة للإصابة بالأمراض، وده كله بسبب التوتر واللي بيسمى القاتل الصامت نظرا لتأثيراته السلبية على الصحة. كمان الشعور بالذنب بيؤدي تأجيل المهام إلى إحساسنا بالذنب وفقدان الثقة بالنفس. مش بس كده، كمان الإرهاق العقلي، لأن تراكم المهام بيزود من الإرهاق الذهني أو العقلي وبيأثر على اتخاذنا للقرارات. طيب وعلى الشغف، خلينا متفقين إن التسويف بيقلل من الحماس تجاه المهام اللي كنا شايفينها مهمة أو مثيرة للاهتمام في البداية وعايزين نحققها. كمان بيؤدي إلى التردد وفقدان الدافع للعمل على المشاريع طويلة المدى واللي بتحتاج وقت وجهد أطول. طب إزاي بيأثر التأجيل على الإنتاجية؟ انخفاض الإنتاجية زي تأجيل المهام بيؤدي لتراكمها، واللي بيقلل من القدرة على إنجاز الأعمال بكفاءة. والتأخير ده ممكن يؤدي لتفويت المواعيد النهائية وتأخير المشاريع، أي إن إحنا نعدي الديدلاين. كمان على الإنتاجية الشخصية، انخفاض جودة العمل اللي بنقوم بيه، وده لأننا لما بنأجل المهام اللي ورانا لغاية اللحظة الأخيرة بيخلينا مضطرين إننا نسرع في إنجازها،
وده بيؤدي إلى تقديم عمل متسرع ومش متقن قوي، وبالتالي بتتأثر الجودة بشكل سلبي. كمان انخفاض الرضا الذاتي واستقاب النفس. الشعور المستمر بالتأجيل وعدم الإنجاز بيؤدي إلى انخفاض مستوى الرضا عن الذات وتراجع الثقة بالنفس. كمان التأثير السلبي على العلاقات الاجتماعية والمهنية، وده لأن التسويف ممكن يؤدي إلى فقدان الثقة بين الزملاء والأصدقاء لو كان بينا عمل مشترك، لأن ممكن ينظر إلى الشخص المماطل على إنه غير ملتزم وغير جدير بالثقة فيه، وده بيأثر على أهداف الفريق والعلاقات الشخصية بينهم. كمان ضياع الفرص، لأن التأجيل المستمر ممكن يؤدي إلى فقدان فرص مهمة لتقدمنا وتطورنا، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني. لما بيتم تفويت مواعيد نهائية اللي هي الديدلاينز أو فرص تعليمية وتطويرية. كمان التأثير على السمعة المهنية زي التأجيل المستمر ممكن يؤدي لتراجع السمعة المهنية، وده بينظر إلى الشخص المماطل على إنه غير ملتزم وغير قادر على الوفاء بالمسؤوليات، وده بيأثر على فرص الترقية والتقدم الوظيفي. كمان زيادة التكاليف في بيئة العمل، لأن ممكن يؤدي التأجيل إلى زيادة التكاليف نتيجة لتأخير المشاريع أو الحاجة إلى إعادة العمل بسبب الجودة الضعيفة، واللي بيأثر على الموارد المالية للمؤسسة. على سبيل المثال، دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا لعام 2020 أظهرت إن 80% من الموظفين اللي بيمطلوا بيفقدوا حوالي 30% من إنتاجيتهم اليومية. طيب إزاي نقدر نتغلب على التسويف في حياتنا؟ من خلال مجموعة استراتيجيات بنقدر نطبقها في حياتنا، زي عن طريق تقسيم المهام، إننا نجزأ العمل أو الشغل اللي ورانا إلى أجزاء صغيرة لتقليل الشعور بثقل المهمة. كمان تحديد مواعيد نهائية واضحة اللي هي الديدلاينز، ونضبط جدول زمني بيساعدنا على الالتزام بالمهام اللي ورانا. وكمان ضروري نتخلص من المشتتات، إننا نحدد وقت للعمل بعيد عن الموبايل أو التلفزيون، زي إننا نخلي الموبايل على جنب أو على وضع الطيران أثناء الشغل، أو حتى نستخدم تطبيقات بتحجب مواقع التواصل الاجتماعي عننا لو كانت بتاخد وقت كبير، ونركز على مهامنا اللي ورانا. كمان ضروري مكافأة الذات، بإننا نقدم مكافآت صغيرة عند إتمام المهام اللي ورانا، زي استراحة قصيرة أو وجبة خفيفة، وده بيعزز عندنا الشعور بالإنجاز وبيحفزنا إننا نستمر. كمان استخدام تقنيات معينة زي تقنية بومودورو، ودي إننا بنشتغل ونعمل على إنجاز المهمة اللي ورانا لمدة 25 دقيقة من التركيز الكامل، بعدها ناخد 5 دقايق راحة، ونرجع 25 دقيقة وبعدها 5 دقايق راحة، وهكذا لمدة 4 مرات. وبعد إنجاز 4 مرات من الشغل والتركيز نقدر ناخد مدة استراحة أطول شوية، ونرجع تاني، ونفضل كده لغاية ما ننجز مهامنا. كمان فكرة إن أول ما تلاقينا هنسوف ونماطل فورا، ناخد قرار معاكس بإننا هنقوم فورا نشتغل وننجز على طول ومش هنأجل حاجة. وكمان ضروري نحط أهداف واضحة وقابلة للقياس عشان نتمكن من التركيز عليها، وممكن نحط جدول بينظم عشان ننجز اللي ورانا بيه. وعن طريق تقسيم الأهداف الكبيرة إلى مهام صغيرة، ده بيسهل إنجازها بشكل تدريجي وأسرع. كمان ضروري نتغلب على الخوف من الفشل، لأن أصلا الفشل أو الإخفاق في إنجاز مهمة معينة بيكون جزء من عملية التعلم لينا، وبنستفيد بيه للمرات والمحاولات الجاية. كمان العمل على تقبل الأخطاء كفرصة للنمو والتطور، وكمان إننا نبدأ بالمهام الأصعب أو الأكثر أهمية بالنسبة لنا الأول، وده بيزود من الشعور بالإنجاز والتحفيز لإكمال باقي المهام. وممكن برضو نستغل الدوافع الذاتية عن طريق إننا نفتكر ونفكر نفسنا بأسباب قيامنا بالمهام دي أصلا، وإزاي هتعود علينا بالنفع في المستقبل. ضروري برضو نركز على النتائج الإيجابية بدلا من الصعوبات المؤقتة اللي ممكن تواجهنا، وعشان نفكر بشكل إيجابي ومتفائل وندعمه بالأمل. ضروري برضو ما نستناش ونقول لنفسنا في التوقيت كذا هعمله وهكون مركز وهكون كويس أكتر من دلوقتي، يعني ما نستناش الظروف المثالية، لأن الوقت المثالي للقيام بالعمل اللي ورانا هو اللحظة الحالية اللي بين إيدينا.
ومفيش مشكلة لو طلبنا الدعم أو المساعدة لو احتاجنا، زي إننا نتكلم مع زميل أو صديق للحصول على الدعم أو النصيحة، أو وجود شريك في العمل ممكن يساعدنا في إنجاز المهام لو احتاجنا للمساعدة، أو يورينا الطريق ويشجعنا نكمل. طب هل في أمثلة ممكن توضح إيه فايدة وتأثير التغلب على التسويف؟ طبعا في. إيلون ماسك مؤسس تسلا وسبيس ومنصة إكس اللي هي تويتر سابقا، بيعتمد على التخطيط اليومي المفصل لحياته لتجنب المماطلة وتحقيق إنجازات كبيرة. كمان إحدى الدراسات اللي أجريت في جامعة هارفارد سنة 2018 أظهرت إن الطلاب اللي استخدموا استراتيجيات ضد التسويف أو المماطلة ارتفعت معدلات نجاحهم بنسبة 40%. وأخيرا، التأجيل والمماطلة هما أعداء النجاح والإنتاجية، وممكن إن يكون لهم تأثيرات مدمرة على النفسية والأهداف والشغف زي ما شفنا سوا. بس التغلب عليهم مش مستحيل، ده ممكن جدا، بس بيتطلب وعي كافي بالمشكلة ورغبة حقيقية في التغيير. ومن خلال الالتزام بالتخطيط والانضباط والعمل على تطوير الذات ممكن لأي حد تحويل المماطلة إلى إنتاجية وتحقيق أحلامه بفاعلية كبيرة. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. مستنية تعليقاتكم واستفساراتكم، وقولولي إزاي بتتغلبوا على التسويف في حياتكم. كنت معاكم أنا آية السيد من برنامجكم رحلة سلام. مع السلامة.